أحد علماء الأزهر استبصر، اهتدى إلى طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فكان يعنف الكلام بالنسبة إلى فلان وفلان وفلانة. فقال له شخص: أنت لماذا تستعمل هذه الكلمات الشديدة عن أولئك؟ فقال هذا العالم المستبصر، قال: أنتم الشيعة لا تدركون شيئين. الشيء الأول الذي لا تدركونه أنتم لا تدركون الحرقة الموجودة في قلوبنا تجاه أولئك. أنت على طريق أهل البيت، أبوك على طريق أهل البيت، جدك، عمك، خالك، أبناء عمومتك، كل أهلك على هذا الصراط المستقيم. أنت ما تضررت من فلان وفلانة، أنت فتحت عينيك على ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كنت متنعما بهذه النعمة منذ بداية حياتك، أنت ما تضررت، فلان ما ضرك. ولكني أنا هو يقول ولكني أنا 40 سنة من حياتي أتلفها فلان في طريق انحرافي، كما أنك تحب أحبابك أقربائك، أنا أيضا أحب أحبابي وأقربائي، أنا أيضا أحب والدي، أحب والدتي، أحب أخي. فلان أخذ والدتي إلى نار جهنم، أخذ أبي إلى نار جهنم، أخذ أخي إلى نار جهنم. أنا قلبي محروق، أنا في قلبي النار مشتعلة. تريد أن لا أستعمل هذه الكلمات؟ أنت لا تستعمل هذه الكلمات، نعم، أنت ما تضررت، أنا تضررت بنفسي، أنا تضررت في أهلي، تريد أن أترضى عليه؟ هذا الشيء الأول الذي لا تدركونه أنتم الشيعة. الشيء الثاني الذي لا تدركونه، ذاك يقول لا تدركونه أنتم الشيعة، أنتم لا تدركون قيمة ولاية أمير المؤمنين. ثم مثل بمثال لطيف، قال: هناك طفل يولد في عائلة ثرية غنية، يفتح عينيه في نعم الله المادية، أي شيء يريد فورا يهيأ له، يسكن في أفضل دار، يركب في أفضل سيارة، في أيام طفولته يلعب بأفضل الألاعيب، يذهب إلى أفضل المنتزهات، يأكل أفضل الأطعمة، كل شيء يريده جاهز مهيأ، يعيش سنوات، لذة هذه النعم لا يدركها، ليست أشياء جديدة عليه. وفي المقابل طفل آخر يولد في عائلة فقيرة جدا، تعاني قسوة الفقر، لا يحصل على طعام عادي، ملبس عادي ما عنده، يعيش 40 سنة بهذه الصورة. بعد 40 سنة يدخل في سحب، في جائزة، يحصل على جائزة كبيرة جدا، يصبح ثريا، يشتري أفضل دار، يشتري أفضل سيارة، يجلس على شرفة داره، كم يحس بلذة وارتياح عندما يجلس في السيارة الفخمة الغالية، كم يحس بارتياح. قال: هذا مثلكم ومثلي، أنتم منذ أن فتحتم عيونكم في هذه النعمة الكبرى لا تعرفون قيمتها، نعمة ولاية أهل البيت، ولكني أنا 40 سنة كنت فاقدا لهذه النعمة، بعد 40 سنة وجدت هذه النعمة، الله عز وجل من بهذه النعمة علي،
أنا الآن بعد مضي سنوات من هدايتي إلى طريق أهل البيت لا زلت كلما أتذكر أنني متنعم بنعمة ولاية أمير المؤمنين أكاد أطير من الفرح. أنتم لا تعرفون قيمة هذه النعمة، نحن نعرف قيمة هذه النعمة. أية نعمة هذه التي نحن متنعمون بها؟ في المقابل نعمة مادية لا تملكها، كأن السماء انطبقت على الأرض. ما هي قيمة تلك النعمة؟ الله عز وجل أعطاك من عليك بهذه النعمة الكبيرة.